انهار النهارده البيت اللي قدام حضراتكم دلوقتي، وده مكانه تقاطع شارع النيل مع شارع السعادة رقم 41 في نطاق منطقة كرموز في حي غرب. أثناء ما كنا بنصور الناس للأسف كانوا طالعين للأدوار اللي فوق دي علشان يلموا حاجتهم، لأنهم كانوا ساكنين البيت قبل ما ينهار. ربنا يعوض عليهم ويسترها معاهم. الأجهزة التنفيذية انتقلت للمكان علشان يأمنوا الموقع، فصلوا الكهرباء والمية والغاز عن البيت علشان ما يأثرش على العقارات المجاورة، واتحطت حواجز واتقفل شارع النيل علشان تأمين المرة سواء اللي ماشيين على رجليهم او العربيات. العقار مكون من دور ارضي واربع ادوار علويه، وصادر ليه قرار ترميم من سنه 2018. انهيار العقار ادى لثلاث اصابات حالتهم مستقره، تم نقلهم لمستشفى الميري وبعضهم لمستشفى جمال حماد في كرموز. الانهيار بدا بوقوع سقف حجره، وبعدين تم ازاله الاجزاء الخطره. والسيد الفريق احمد خالد محافظ اسكندريه كان موجود في المكان ودخل العقار بنفسه، واكد على استمرار متابعه الموقف والمتابعه مع جميع الجهات. لكن الغريب بقى ان المربع كله بدايه من شارع النيل لحد شارع الترام او الساعة كرموز، حتى كمان الناحية التانية من شارع النيل لحد شارع الروضة في بيوت كتير مستوية، سواء كانت انهارت قبل كده وموجودة كهيكل بس زي اللي قدام حضراتكم دلوقتي في الصورة، او حالتها سيئة ولسه مسكونة. الامر اللي بينذر بخطر كبير جدا. منطقة كرموز من المناطق القديمة في اسكندرية، وطبيعي جدا يكون فيها بيوت قديمة كتير، ومع ضعف اعمال الصيانة بيوت كتير بتوصل للحالة دي. ومش بس كرموز او حي غرب، حالات تانية كتير موجودة في احياء تانية، ومنهم البيت اللي عرضناه في شارع محمد الكلزة في حي وسط. كل دي مصايب مؤجلة، ويا عالم مين فيها اللي هيقع وهيقع على مين. ويتهيألي من الصعب ان كل الكم من البيوت دي نستناها لما تقع وبعدين ناخد الاجراءات المتبعة. ومع ذلك بشوف ان الموضوع كبير جدا وفوق طاقة اي حد، ومرض كبير ومتغلغل من قديم الازل، بيحتاج تضافر كل الجهود للوصول لحل، سواء على مستوى الدولة أو على مستوى منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية أو حتى رجال الأعمال. لازم يكون في صيانات دورية بإشراف الدولة ومساعدة أي حد يقدر يساعد. ده بالنسبة للبيوت المسكونة وحالتها سيئة واللي محتاجة لصيانة، وخصوصا اللي صادر ليها قرارات ترميم ولسه ما ترممتش لحد دلوقتي. أما عن الهياكل القائمة ومش مسكونة وبتسبب خطورة داهمة، يا ريت يتم إزالتها، وده لتأمين الأرواح اللي بتعدي من تحتها وكمان تأمين الممتلكات. من فترة حي الجمرك كان ليه سابقة في الموضوع ده، واستصدر عدد من الأحكام القضائية لإزالة حوالي 24 مبنى للخطورة الداهمة، وبالفعل تم إزالتهم لمنع وقوع أي ضرر بسببهم سواء للأرواح أو للممتلكات. خطوة يشكر عليها. بنتمنى تعميم الموضوع ده في كل الأحياء لمنع وقوع أي ضرر، وما نستناش لما المصيبة تحصل ونرجع نقول الحمد لله ربنا ستر. ملف صعب جدا، فكرت مع حضراتكم في حلول ومحتاج أعرف رأي حضراتكم في التعليقات، وتابعونا علشان دايما تشوفوا وتعرفوا كل جديد في اسكندرية. أخوكم مراد محمود.